ميدان التحرير تاريخه الطبيعي وتاريخه السياسي، الثورات كلها طلعت منه من أول سعد زغلول وعراب، وبعدين لما طلع الشعب كسروا سكنات الجيش الإنجليزي اللي موجودة في قصر النيل على النيل. ده التاريخ ده بيدي قوة وطاقة للمكان. لو يعني أنت لما بتقري تاريخ عراب أو سعد يعني زغلول ليه باشا، مثلا ما حصلش الكلام ده في الميدان اللي وقف فيه عرابي وقال مقاومات الميدان ما آه. كانتش تسمح؟ يعني لازم يدرس بقى مم. ليه ما حصلش. مم. ليه ما حصلش؟ فأنا يعني حاولت إن أنا أدرس ده، وفعلا في بحث معمول واتعرض في الندوة، اتعملت في إبريل أو مارس 2011 كانت في المجلس الأعلى للثقافة عن ميدان التحرير. عن ميدان التحرير في عز ولا يوجد في مصر ميدان له نفس سمات ميدان التحرير. ميدان التحرير أصله يعني يجمع بين الطبيعة والعمران، يجمع بين السياسة والاجتماع. انت عندك جامع عمر مكرم طلع منه أشهر الأسماء اللي ثابتة راسخة في وجدان المصريين. تعود المجتمع المصري ان ميدان التحرير هو أشهر الميادين، هو الميدان اللي اتغير اسمه بعد ثورة 52.